السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم. حبي نفسك واهتمي بيها، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده بقى هنعمل الليمون المخلل، الليمون الاخضر. هو ده الموسم بتاعه. الليمون الايام دي رخيص، فياريت ان انت ممكن تجيبي منه وتخلليه. هنقول الطريقه ايه. هو ده ليمون انا جايباه، انا كنت شطفاه شطفه بسيطه، بس دلوقتي هنغسله وهنرجع لكم تاني. لازم الليمون بياكل كويس جدا. الليمون الايام دي هتلاقيه رخيص، ممكن يبقى يعني كيلو ونص ب10 كده. نجيبه ونغسله كويس جدا. بعد ما غسلنا الليمون هنجيب حلة كده، حطينا الليمون في المية وسيبناه على البوتاجاز. انا مش عايزاه يغلي جامد، هي بس دوبك غلوه واحده، وهوريكم هنعمل ايه فيه تاني. بعد كده هغطيه وهنرجع لكم تاني. هو كده قرب يغلي. انا مش هسيبه يغلي، انا يا دوبك كده بعد ما الميه تغلي هقلبه تقليبه وهطفي عليه، وبعدين هنسيبه لمده يومين. نفضل نغير عليه لمده اليومين دول. الليمون من الحاجات الحلوه اللي ممكن تقعد معاكي بالسنه. الليمون المخلل يعني مش بيجراله اي حاجه. والميه دي انا مش هرميها، انا هخليه فيها زي ما هو كده، هيبرد فيها يا دوبك بس هيغلي، وهقلبه تقليبه وهطفي عليه. هبدا اقلبه واطفي عليه واوريكم شكله. بعد يومين هنفضل نغير عليه. الميه دي انا مش هرميها، هنسيبها كده. بقى انا غيرت الميه عليه، ده الليمون الاخضر. غيرت الميه عليه وهنفضل لمده يومين نغير الميه. غيرنا الميه اللي هو اتسلق فيها، والميه دي يا بنات انا مش هرميها، انا هستعملها في غسيل البوتاجاز، في تلميع اي حاجه استانلس، بيخلي المواعين زي الفل. دلوقتي انا هفضل اغير عليه علشان المراره اللي في الليمون، عشان ده ليمون اخضر، المراره اللي فيه تروح، وهوريكم النتيجه. وده الليمون بعد ما عدى عليه يومين غيرنا فيه المية كذا مرة، كل ساعتين تقريبا بنغير المية علشان خاطر المرارة اللي فيه بتنزل في المية كلها، عشان يبقى حلو كده لما نيجي ناكله ونخلله يبقى حلو. هنفضي المية ديت منه وهوريكم هنعمل ايه. دلوقتي انا جبت بطرمان زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ ان احنا نحط فيه الليمون، نبدأ نفضي فيه الليمون اللي احنا يعني نقعناه دوت وسلقناه ونقعناه. هفضيه فيه وهوريكم هنعمل ايه. دلوقتي هبدأ اعبي البطرمان بالليمون. وجايبه كام قرن فلفل كده برضو هنحطهم معاهم. هفضي الكميه كلها في البطرمان وهوريكم هنعمل ايه. كده انا فضيت الليمون كله في البطرمان زي ما انتم شايفين كده. وهتبدأي ترجي كده البطرمان علشان خاطر لو المساحة بتاعة الليمون، علشان خاطر يكفي. لسه هنحط له المحلول. دلوقتي هنبدأ نحضر المحلول اللي احنا هنحطه على الليمون عشان يتخلل. نجيب بولة وهنحط على كل كوباية مية معلقة ملح، معلقة ملح كبيرة. ادي 1، ادي 2، ادي 3. كفايه كده 3 كوبايات ميه، وهنشوف لو محتاج تاني هنحط كده على 3 كوبايات ميه 3 معالق ملح. دي 1، ادي 2، ادي 3. هنحط ايه تاني؟ هنحط معلقه خل واحده. الخل مش هيهريه، لا مش هيهريه، بالعكس الخل هيحافظ عليه. وهنحط معلقه كمان من الهريسه.
هريسة الشطة، هنحط كمان معلقة من هريسة الشطة. كده حطينا الملح وحطينا الخل وحطينا معلقة الهريسة، وهنبدأ نقلب فيهم كويس جدا لحد ما الملح يدوب. وبس كده، هو ده المحلول بتاعنا. ولو وصلت لهنا متنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كده عملنا المحلول بتاعنا. هنجيب الليمون اللي احنا حطيناه في البطرمان وهنبدأ نفضيه فيه، وهنشوف لو محتاج تاني هنعمله. قلبي كويس عشان الملح ما يتكتلش في حته. كده البطرمان بتاعنا اهو. هنحط بقى المحلول اللي احنا جهزناه عليه. كده احنا محتاجين حبة مية كمان، هنجهز كمان حبة مية ونحطهم عليه، يعني تقريبا كده كوباية مية. جبت كوباية مية وحطيت عليها معلقة ملح، هبدأ ادوبهم ونزودهم برضو في الليمون كده ونشوف الدنيا ايه. الليمون دوت بعد اسبوع او 5 ايام ممكن تاكلي منه، وهنفتح عليه برضو مع بعض ونشوف. كده اهو نبدأ نفضيه بس كده، المية يدوب تغطيه اهو. ونبدأ نغطي عليه كويس جدا عشان خاطر الهواء. كده انت عملتي احلى بطرمان ليمون مخلل، يفضل عندك لو سنة حتى مش هيجرى له حاجة. بصوا ده هنفتح عليه بعد اسبوع وهوريه لكم، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.